الاعلام الخاص بنادي الزمالك ينتقد جدا جدا وبقوه امام عاشور. هنشوف الكابتن طارق يحيى قال ايه على امام عاشور. كان هجوم قاسي جدا وانتقاد قاسي جدا. كابتن طارق قال عاملين زيطه ليه على امام عاشور؟ الزمالك هو اللي عمله. هو الاهلي واقف عليه مثلا، ما يروح الاهلي او يروح الاسماعيلي، نوطي يعني على رجله نبوسها علشان نقعده؟ ولا احنا بنعبد الاصنام؟ ده الكلام ده في صحيفه الوطن وموقع الوطن. ولا احنا بنعبد الاصنام وخلاص. ما هو طارق حامد قده مليون الف مره ومشي، ومع ذلك الزمالك واصل حصد البطولات. كانت مفاجاه في تصريحات الكابتن طارق يحيى، واللي ادت احساس للناس ان فعلا هناك شيء في الكواليس. خلينا نقول امام عاشور بيلعب في نادي ميتلاند الدنماركي. هل دي طموحات امام عاشور؟ طبعا لا. يعني لعيب بموهبه امام عاشور وبقدرات امام عاشور هل هيكتفي بالاحتراف في النادي الدنماركي؟ طبعا لا. هل النادي الدنماركي محطه؟ محطه لحاجتين: اما الاستمرار الاوروبي، فلازم يكون في ليفل اعلى، يروح فرنسا، يروح ايطاليا، يروح اسبانيا، يروح المانيا مثلا. يعني دي يروح انجلترا. دي الانديه او الدوريات اللي ممكن يحلم بيها امام عاشور. طب افرض امام عاشور ما راحش ولا مكان من دول، هل هيستمر سنه جديده في الدنمارك؟ صعب جدا. طب هل الاهلي عنده استعداد يدفع فلوس للنادي الدنماركي؟ على الاقل هو الاهلي الزمالك واخد ما يقرب من 3 مليون دولار في صفقه انتقال امام عاشور، يمكن اقل شويه صغيرين، يعني 2800 2950 زي ما اتقال يعني، لكن لم يعلن بشكل رسمي يعني الرقم النهائي، بس قلت تقريبا 3 مليون دولار. لو النادي ميتلاند الدنماركي هيسيبه للنادي الاهلي مثلا مش اقل من 3.5 مليون دولار، هل الاهلي عنده استعداد يدفع في امام عاشور 3.5 مليون دولار؟ طبعا. طب مليار في المية طبعا، وحط تحت طبعا دي مليار خط. الاهلي لو خد امام عاشور هياخده بيع وشراء. طب ليه الاهلي طبعا يدفع هذا المبلغ؟ امام عاشور لعيب صغير ما جابش لسه 26 سنه. امام عاشور احد اللاعبين اللي ليهم مستقبل كبير في الكره المصريه. لعيب في منتخب مصر، ما كانش اساسي فهو دائم الوجود كبديل او كاساسي. لعيب جوكر، ممكن يلعب خط نص مدافع، ممكن يلعب طرف يمين، ممكن يلعب على فكره وينج ليفت، ممكن يلعب باك رايت زي ما حصل في كاس الامم الافريقيه في الفاينل قدام السنغال. ممكن يلعب كمان رقم 8 في نص الملعب، لعيب بيجيد الاداء الهجومي، لعيب بيشوط على الجول، لعيب بيرقص، لعيب ديليبرر جدا بشكل رائع جدا، ودريبلينج على الكوره غير طبيعي. لعيب عنده لياقه بدنيه عاليه جدا، لعيب عنده قوه جسديه، لعيب عنده مهاره التسديد بشكل واضح جدا، لعيب بيباصي، لعيب بيمرر، لعيب فيه كل الصفات اللي تصلح ان هو يقود خط نص النادي الاهلي. طب ليه بنقول كده؟ لان النادي الاهلي بيجدد خط النص بتاعه. طب خط النص الاهلي متكون من مين؟ متكون من 3: عمرو السولية سنه بيكبر، عندك اليو ديانج بيقترب بقوه من الاحتراف، عندك حمدي فتحي الثالث، وعندك كمان راجع كريم ندفد من فيوتشر، وعندك محمد فخري، وعندك كوكا. طب هل امام عاشور لو تواجد في النادي الاهلي، لو مشي اليو ديانج وتواجد امام عاشور، هل هيبقى اساسي في النادي الاهلي مع مروان عطيه؟ طبعا. ومع قندوسي؟ طبعا. في ظل وجود عمرو السولية يلعب؟ طبعا، لانه حتى امام عاشور في وجود عمرو السولية في النادي الاهلي بيلعب منتخب مصر، وحاليا عمرو السولية ما بيلعبش منتخب مصر. امام عاشور حتى في المنتخب بيلعب على مروان عطية في منتخب مصر، وبالتالي هو لعيب مفيد جدا 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 للنادي الاهلي. طب احنا ليه بنقول كل الكلام ده؟ الاحداث بتقول كده. فقلنا قررنا ان احنا نخوض في هذه الاحداث ونطرح هذا الكلام ونسبق كل الناس. امام عاشور صفقه منتظره للنادي الاهلي، تصريحات اللاعب، اعتذارات اللاعب، خصوصا ان الاهلي كان في صدام قريب مع امام عاشور نفسه. خلينا نوريكم بيان من البيانات اللي عملها النادي الاهلي واللي قبل كده اشتكى من خلالها امام عاشور لاتحاد الكوره، اللي هو بسبب كده. وفاكرين طبعا المباراه اللي كانت بين الاهلي والزمالك والاحتكاك اللي حصل بينه وبين وليد سليمان، وقبل كده غنى ضد النادي الاهلي وتوقف 8 ماتشات. فاكرين كل الكلام ده طبعا. هوريكم دلوقتي ايه هو البيان اللي الاهلي عمله قبل كده، نزله على صفحته الرسميه واتكلم فيه على امام عاشور. الاهلي يشكو
امام عاشور الى اتحاد الكره ولجنه الانضباط رسميا ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين. تقدم النادي الاهلي صباح اليوم، طبعا الكلام ده من سنتين، بشكوى رسميه الى الاتحاد المصري لكره القدم واخرى مماثله الى لجنه الانضباط والاخلاق ضد امام عاشور لاعب الزمالك وبعض من زملائه من فريق الشباب بناديهم بعد التجاوزات غير اللائقه والخارج عن كل قواعد الاخلاق التي ارتكبها المشار اليهم عقب مباراه الاهلي والزمالك في دوري الشباب التي اقيمت امس بملاعب الاهلي بمدينه نصر. طلب الاهلي في شكواه ضد لاعب الزمالك وزملائه بتطبيق اللوائح ونصوص القانون التي جاءت في هذا الشق حرصا على الاجواء التنافسيه والعلاقه بين جماهير الناديين، خاصه ان امام عاشور اعتاد التجاوز في حق الاخرين وفي وقائع عديده ولم ترضعه العقوبات السابقه اللي هي ايه؟ وقت احتكاكه مع وليد سليمان. لو تفتكروا في كاس السوبر بين الاهلي والزمالك كان ليه صولات وجولات ضد النادي الاهلي. علشان كده امام عاشور كان حريص ان هو فورا يعتذر بوضوح وفي التلفزيون وبوضوح. واعتذار امام عاشور في الايام دي بالذات للكابتن محمود الخطيب ليه معاني كتيره جدا نظرا للصدامات الاخيره والقويه اللي بين ادارتي الناديين. عشان كده طرحنا السؤال: هل امام عاشور مفيد للنادي الاهلي